السلام عليكم. هنتعلم اليوم مع بعض طريقة عمل الفطاير الجميلة دي بدون فرن. أيوة بدون فرن، وهعلمك على التشكيلات الجديدة الجميلة دي. هتكون جميلة جدا ومبهرة، وكمان هتعجب أطفالك جدا. وهتعجب أي حد يشوفها، وكمان طالعة معانا طرية وهشة. هقولك على كل الأسرار اللي تخلي معاكي الفطائر دي طالعة معاكي ناجحة جدا. في البداية أحب أعرفكم بنفسي. معاكم جهاد شوقي الحديدي، ودي قناتي. لو أول مرة تشوف القناة يا ريت تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل، علشان لما انزل فيديوهات جديدة يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، او يوصلك اشعار بكل الفيديوهات اللي بنزلها على القناة وتستفيدي. وعشان تعم الفائدة بين الجميع يا ريت تشاركي الفيديو ده، وكمان تدعميني بالضغط على زر اعجبني. يلا بينا نشوف المقادير. وأول سر من أسرارنا في نجاح المعجنات بصفة عامة إن لازم كل المكونات أو المقادير اللي أنت هتستخدميها في الوصفة تكون في درجة حرارة الغرفة. يعني لو أي مكون من المكونات دي كنت محتفظة بيه في التلاجة أو المبرد، هتطلعيها قبلها بحوالي ساعتين علشان تاخد نفس درجة حرارة الغرفة، وتبدأي تشتغلي بيها عشان تحصلي في النهاية على النتيجة المطلوبة. المكونات: دقيق متعدد الأغراض أو الاستخدامات، كوب من اللبن الدافئ، كوب من الماء الدافئ، بيضة، كيس من الخميرة الفورية أو ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية أو الخميرة العادية. معانا كمان كيس من الفانيليا أو ملعقة من الفانيليا، واتنين ملعقة من السكر، ورشة من الملح. دي كل المكونات المستخدمة. يبقى دقيق، لبن، مية، بيضة، فانيليا، وخميرة، ملعقة من السمنة أو الزبدة، ملعقتين من السكر، ورشة ملح. مقادير سهلة جدا. ولازم تراعي ان درجة المكونات دي تكون في درجة حرارة الغرفة زي ما قلت لك في البداية. وهسيب لك كل المكونات والمقادير مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو علشان ترجعي ليها وتكون مرجع ليكي في الوصفة. بعد كده هنضيف المكونات بتاعتنا مع بعض. اول حاجة هنضيف الماء الدافئ وعليه اللبن. لازم يكون دافئ، ما يكونش ساخن علشان ما يبطلش مفعول الخميرة او ما تموتش الخميرة. بعد كده هنضيف الخميرة. يبقى اللبن الدافئ عليه المية الدافية وكمان الخميرة. وهنضيف ملعقتين من السكر، ملعقتين كبار من السكر. وهنضيف البيضة. قلبي كل المكونات دي في الأول مع بعضها بشكل كويس عشان تندمج كلها مع بعض. وكمان هنضيف رشة الملح. وما تنسيش كمان رشة الفانيليا. بعد كده هبتدي اضيف الدقيق بتاعي بالتدريج لحد ما الدقيق يبتدي يشرب كل السوائل. وانا بقلب بالمعلقة في البداية علشان اساعد ان السوائل كلها تدخل في الدقيق. لو عندك عجان تقدري تستخدميه. في الفترة دي هضيف الملعقة من السمنة او الزبدة، وقلبي بشكل كويس جدا علشان السمنة او الزبدة تتداخل في جميع مكونات العجينة بتاعتك بالشكل كويس زي ما انت شايفة كده. وهبتدي اضيف كمان شوية من الدقيق وابتدي اقلب. ودايما وانت بتعملي اي معجنات تخلي جنبك كمية زيادة من الدقيق او احتياطي، علشان لو السوائل بتاعتك كانت زيادة شوية تقدري تزودي دقيق وتظبطي وتصلحي العجينة بتاعتك علشان توصلي للقوام بتاعك المطلوب. انا وصلت هنا للمرحلة دي خلاص كده هستغني عن المعلقة اللي بقلب بيها، وهبتدي استخدم ايدي في ان انا اعجن العجينة، لان لازم تتعجن كويس او تخدميها كويس جدا جدا علشان تحصلي على عرق للعجينة وتكون معاكي طرية.
هنعجن فيها مدة لا تقل عن 10 دقايق باستمرار علشان توصلي للعجينة دي ما تزهقيش من العجن، لأن العجن الكويس أو الخدم الكويس للعجينة بيخليها طرية زي ما انت شايفة بالشكل ده، وكمان بيعمل ليها عرق، وده المطلوب. والعجينة بتاعتنا زي ما انت شايفة كده ناجحة، يعني هي عجينة طرية، يعني بتلزق على خفيف جدا، مش بتلزق يعني قوي، بتلزق على خفيف ومعانا طرية. بعد كده هتسيبيها تخمر في مكان دافئ ومظلم لمدة نص ساعة. وبعد العجينة ما اختمرت وبقت تمام، هنبتدي بقى نشكلها على هيئة كرات صغيرة. انا هنا رشيت على السطح اللي انا هشتغل عليه رشة من الدقيق بتاعي. هبتدي اقسم العجينة بتاعتي على هيئة قطع متساوية علشان ابتدي اشكلها على هيئة كرات صغيرة او متوسطة. بعد هنا كده ما قطعت العجينة بتاعتي زي ما انت شايفة بالشكل ده، هتبتدي بقى تشكليها على هيئة كرات متساوية. وبعد ما تشكليها كده هتبتدي تغطيها وتسيبيها كمان تستريح لمدة 10 دقائق، ولازم تغطيها علشان وش العجين ما ينشفش. وبعد ما شكلت الكرات لازم اغطيها بفوطة علشان ما تعملش قشرة من الهواء او تنشف من الهواء، لازم تغطيها كده. وكمان في خطوة مهمة اللي هي خطوة الراحة بين كل مرحلة ومرحلة علشان تضمني نجاح الفطائر بتاعتك في النهاية. هنبتدي نشكل الفطائر زي ما انت شايفة كده. العجينة معايا طرية وبتتفرد بكل سهولة. هنفردها على او هنشكل على ورقة من الزبدة. لو مش متوفر عندك ورق الزبدة هتستخدمي ورق الكراسات، مفيش منه اي مشكلة، ده علشان نحافظ على شكل الفطيرة اللي احنا هنشكله. التشكيل هيكون ازاي؟ باستخدام كوب زي ما انت شايفة كده. هضع الكوب في المنتصف واضغط لحد ما اعمل الدايرة بتاعت الوردة او الزهرة. هبتدي استخدم السكينة في التقطيع زي ما انت شايفة بالشكل ده، على بالشكل دائري على جميع الفطيرة. وكمان في الفطائر يفضل ان انت تشوفي العملية بتتم ازاي افضل من الكلام. كده خلاص، بعد ما خلصنا التشكيل او التقطيع هبتدي ارفع الكوب وهمسك طرف كل عجينة بالشكل ده واضمهم على بعض، اقفلهم على بعض بالشكل ده لحد ما تكمل لي في الاخر شكل الزهرة او الوردة. هي فكرة سهلة جدا ومفيش منها اي صعوبة. شكلي بهدوء تام هتلاقيها خلصت معاكي زي ما انت شايفة بالشكل ده. وفي النهاية حصلنا على الشكل الجميل ده للوردة او الزهرة. هعمل كمان واحدة معاكم علشان اللي ما خدش باله من المرحلة الاولى او من المرة الاولى ياخد باله من المرة التانية بالشكل ده، والتكرار يساعد على الثبات. العجينة جميلة جدا وبتتفرد معانا بكل سهولة، والطراوة اللي فيها واضحة زي ما انتم شايفين. وامسكي طرف كل واحدة واقفليها على بعض بالشكل ده. اتمنى تكون الطريقة واضحة.
وهخلص كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة زي ما انت شايفة بالشكل ده. وسرعت الفيديو علشان ما ياخدش وقت معاكم. زي ما انت شايفة المهم تعرفي التكنيك بيتم ازاي او التشكيل بيتم ازاي. خلصي كل الكمية اللي عندك بالشكل ده، وكل ما تخلصي واحدة حطيها على الصينية وغطيها بفوطة برضو علشان الهواء ما يعملش قشرة على وش العجين. وبكده نكون خلصنا كل الكمية اللي عندنا، وده شكلهم النهائي بشكل بجد يعني تعتبر لوحة فنية من الجمال. غطيهم وسيبيهم كمان يرتاحوا لمدة نص ساعة كاملة. ده اللي هيفرق معاكي في النتيجة وهتاخدي احلى فطاير. زي ما قلتلك فترة الراحة للعجين مهمة جدا جدا. بعد كده غطيتهم كده وسبتهم لمدة نص ساعة، وده بعد ما المدة عدت، وهتلاقي كمان حجمهم تضاعف. هنبتدي بقى في طاسة على النار فيها الزيت زي ما انت شايفة الزيت غزير شوية زي ما انت شايفة بالشكل ده. وهبتدي احمر الفطاير بتاعتي زي ما انت شايفة كده. هنزل بواحدة واحدة، هشيل ورق الزبدة من عليها وهبتدي انزل بيها في الزيت بشويش علشان احافظ على شكل الزهرة او الوردة. واول ما تبتدي تاخد تحمر من تحت كده هبتدي اقلبها على الجنب التاني بشويش باستخدام ملعقتين او ملعقه او شوكه علشان احافظ على الشكل بتاعي. ولو انت اول مره تعمليها والزهرات او الوردات الشكل بتاعهم اتغير منك او في حاجه اتقطعت مفيش اي مشكله، كملي عادي هتطلع معاكي حلو حتى لو الشكل اختلف. احنا اول مره ما بنعمل اي حاجه معرض ان في اي حاجه مننا تقع، لكن بعد كده هتظبط معاكي وهتكون جميله جدا بالشكل ده. وابتدي بقى حمري على درجة حرارة متوسطة او متوسطة مايلة انها تكون منخفضة شوية، يعني ما تكونش درجة الحرارة عالية علشان ما تتحرقش منك، وكمان ما تكونش مستوية من جوه. نخلي درجة الحرارة متوسطة علشان تاخد اللون والسوى المظبوط. احب اقولك ان النتيجه طالعه ممتازه جدا ومش شاربه اي زيت، مش مزيته نهائي. بعد كده ممكن تحطي في النص كده من عند الحته الدايره دي تحطي فيها اي نوع من المربى، مربى مش مربى فراوله، مربى تين، هتكون جميله. او تكتفي برشه من السكر المطحون على وشها بالشكل ده، هتكون معاكي برضو حلوه جدا جدا. او ممكن تاكليها ساده مفيش منها اي مشاكل، هي بكل الاحوال طالعه معانا هشه طريه طعمها حلو، هتاكليها مع شاي بلبن، مع كوب من القهوة، رائعة بكل المقاييس. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات ومش هتندموا من تجربتها. وهسيب لكم الطريقة كاملة تحت الفيديو في صندوق الوصف، لو عندكم اي استفسار او سؤال ممكن تسألوني. وحبيت اوريكي النتيجة النهائية قد ايه هي ناجحة وهشة وطرية زي ما انت شايفة بالشكل ده. وكمان هقطع معاكي واحدة علشان تشوفي قد ايه هي ناجحة من الداخل وكمان مستوية جدا معانا. وفي النهاية لو الفيديو ده عجبك او استفدت منه ولو بمعلومة صغيرة اضغطي على زر اعجبني علشان تدعميني في تقديم المزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم.